مش كل حد مشهور ناجح، ومش كل غني مرتاح. النجاح مش دايما بيبان على السوشيال ميديا، اوقات بيكون النجاح الحقيقي لمعنى تاني. تقوم الصبح من غير ضغط وتعيش يومك وانت مرتاح البال. في نوع من النجاح بيكون هادي، بس هو اللي بيدي طعم حقيقي للحياة. لو شايف النجاح انك توصل لمنصب، هتجري وراه حتى لو تعبت. ولو شايف النجاح انك توازن بين حياتك وشغلك، هتختار طريق مختلف. اللي بيوجهك في رحلتك هو انت، مش الناس. كل واحد ليه تعريفه الخاص، وده طبيعي ومطلوب. الخطورة بتبدأ لما بتمشي في طريق مش بتاعك، بس علشان هو مشهور. وعلشان كده اللي نفع مع غيرك مش شرط ينفع معاك. كل حد ليه ظروف واولويات وموهبة مختلفة. المقارنة بتسرق منك وقتك وطريقتك الخاصة. لو فضلت تقلد عمرك ما هتوصل لحاجة اصيلة تخصك. ارسم خطك بايدك حتى لو الطريق اطول. النجاح الحقيقي بيبدأ من جواك. النجاح الحقيقي هو انك تبقى راضي عن نفسك، مش بس عندك انجازات لكن كمان مرتاح جوه دماغك وقلبك. راحة البال عمرها ما كانت حاجة بسيطة، دي نتيجة شغل على نفسك. ممكن تكون مش ظاهر، بس جواك قوي ومتصالح. وبالتأكيد كل واحد عنده تعريف خاص للنجاح. قول لي في الكومنت، ايه النجاح بالنسبة ليك؟ فلوس ولا شهرة ولا راحة نفسية؟ حابب اسمع وجهة نظرك.